فضيحة جيفري إبستن، الراجل اللي كان عارف أسرار كبار العالم ومات بطريقة غامضة. تخيلوا معايا، راجل عنده جزيرة خاصة، طيارات، وكيدخل ويخرج مع رؤساء وأمراء ومليارديرات، ولكن في السر. كان داير شبكة استغلال خطيرة بزاف، وقبل ما يفضح الجميع مات في الحبس بواحد الطريقة مشكوك فيها. اليوم غادي نحكيو قصة جيفري إبستن. إبستن ما كانش من عائلة غنية، وحتى الجامعة ما كملهاش، يعني مستوى الدراسي لا بأس به، ولكن فجأة ولا ملياردير، عنده قصور فخمة وطيارات خاصة. الصحبة ديالو ولاو من كبار الشخصيات، وكان كيقول باللي خدام في الاستثمار. ولكن المشكل حتى واحد ما كان فاهم شنو بالضبط كيدير ولا منين جاب الفلوس. وهنا بدات الشكوك. من بعد سنوات بداو بنات صغار يشتكيو منه. الاتهامات كانت خطيرة بزاف، استدراج قاصرات واستغلال جنسي وابتزاز وحتى التجارة بالبشر. كان كيعيط لهم لدارو ولا القصور ديالو، ومن بعد كيديهم حتى لواحد الجزيرة خاصة بالقراية. الجزيرة كانت باسمه، وكانوا كيسموها جزيرة الشيطان، حيت بزاف اللي مشاو ليها وعمرهم ما هضروا على شنو وقع تما. إبستين كان عنده طيارة خاصة سميتها لوليتا إكسبريس، وكانوا كيسافروا فيها سياسيين كبار وفنانين وحتى رجال أعمال، وكذلك الأمراء. اللائحة كانت صادمة، وهذا الشيء خلى الناس يتساءلوا علاش هاد الشخصيات كاملين دايرين بيه. واش غير صديق ولا كان كيحتفظ بالأسرار عليهم؟ في عام 2008 تشد، والناس توقعوا حكم قاسح، ولكن المفاجأة تحكم عليه غير ب 13 شهر، وكان كيخرج من الحبس في النهار ورجع في الليل، بحال إلى شي فندق ماشي سجن. وهنا الكل بدا يقول شي حد قوي واقف معاه. في عام 2019 تشد مرة أخرى، وهذه المرة التهم كانت أخطر. العالم كامل كان كيتسنى المحاكمة، ولكن فجأة لقاو ميت في الزنزانة ديالو. قالوا بانه انتحر، ولكن الكاميرات ما خداماش، والحراس نعسوا في هذاك الوقت، ما كاين حتى تسجيل، كل شيء مشبوه. بزاف ديال الناس كيامنوا باللي ما انتحرش، تم التخلص منه باش ما يفتحش حتى واحد. إبستين مات ولا باقي حي، ولا انتحر ولا قتلوه؟ رغم هادشي كامل كتبقى الاسرار ديالو غامضة. شكون كان كيمولو وشكون كان معاه وشكون غادي يطيح الى هدر؟ الحقيقة مازال ما خرجتش. شنو رأيكم نتوما؟ واش انتحر ولا تصفية؟ اكتبوا لي في التعليقات، وما تنساوش ديروا لايك واشتراك باش توصلكم قصص بحال هذه.